انا هي اللي عجوزتي طلقتني من ولدها الظالم وسدات في وجهي كاع البيبان وخلات الناس تضحك عليا وتقول شكون اللي غيتزوج بالمطلقه. ولكن صدقت راجعه ليها عروسه من جديد، ولكن هاد المره لولدها اللي غسل ليهم وجههم بالماء والتراب وعلمهم معنى الرجوله. انا ياقوت، وهذه قصة الانتقام الرباني، قصة الزوج اللي جاني من حيث لا أحتسب ومن وسط العائلة اللي كنت كنظنها قبري. فخليكم معايا تسمعوا قصتي من الاول حتى الاخر وتسمعوا كيفاش تزوجت بخو راجلي القديم وكيفاش ندموا على كل دمعه نزلت من عيني. اهلا وسهلا جيماتي الغاليات، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم اليوم في قصه جديده، قصه اللي ماشي غير كلام، هي درس من دروس الحياه اللي كتعلمنا باللي الظلم ظلمات وباللي ربي كيمهل ولا يهمل. فخليكم معايا في القصه البنات، نبداو ان شاء الله قصتنا. بسم الله على بركه الله. سميتي ياقوت، ولكن حياتي ما كانتش كتشبه سميتي نهائيا. كبرت في واحد الدوار بعيد في الوقت واقفه، والكلمه الاولى والاخيره للرجال. كنت باقا صغيره، يلا كملت 16 عام وداخله 17 عام. كان حلمي الوحيد هو داك الباك نشدو. كنت نعيش وسط الكتوبه والوراق، كنهرب بهم من واقعي المر. كنفيق مع الفجر، البرد كياكل ليا في عظامي. كنمشي للبير نجيب الماء ونجي نعجن الخبز ونسخن الفران ديال العواد. الدخان كيعمي ليا عينيا وريحته لصقات ليا في شعري وفي حوايجي. ماما مسكينه كانت بحال الخيال في الدار، كتشوفني كنتعذب وما قدراش تهضر، حيت بابا كان صعيب وصعيب بزاف. كلمته سيف ونظرته كتخلي الركاب يرجفوا. واحد العشيه رجعت من القرايه فرحانه، جايبه معايا نقطه زوينه، وكنتمنى غير فوقاش نجيب الباك ديالي باش نمشي للمدينه ونكمل قرايتي. دخلت لقيت بابا جالس كيشوف فيا بواحد الشوفه غريبه. قال لي بروده جمعي كتوبك بنيتي، الزواج جا والمدينه عيطات ليك. حسيت بالدنيا دارت بيا، كيفاش الزواج وانا باقا كنلعب في الساحه ديال المدرسه؟ بابا البنات ما عطانيش فرصه حتى نبكي. قال لي هذا راجل بخدمته وبدارو في عمره 40 سنه، هذه هي الهمزه وما خاصهاش تفلت. وفي نظري كانت هذه هي المقبره البنات اللي غيدفنوا فيها احلامي. ماما بكات بالتخبيه حيت ما تقدرش تواجه بابا وما تقدرش تقول حتى شي كلمه. وفعلا البنات تزوجت، جاو خطبوني، درنا العرس ومشيت معاه. ايوا من السيمانه الاولى بدات الحرب. بديت الحرب مع مو خواتاتو، الحرب ديال الشقا كله عليا. انا كان طيب، انا نصبن، انا نجمع ليهم بيوتهم، كل شيء انا اللي كنديرو. مشيت عنده واحد نهار قلت ليه هادشي بزاف عليا، كل خواتاتك يعاونوني. شدني البنات من شعري قال لي راه جبتك على قبل تشقاي ليا وعلى عائلتي، غادي تسكتي وديري داكشي اللي بغاو ولا ما غاديش يعجبك الحال. وخرج. المهم بقيت كنبكي البنات على زهري وصبرت بزاف. لخواتاتو كانوا كبارات في العمر وما كيديروا حتى شي حاجه في الدار وانا كي الخدامه. واحد النهار خو راجلي جا من برا، هو عايش على برا، انا عمري ما شفتو حتى هو عمره ما شافني لانه ما جاش للعرس. ايوا كنا جالسين وكانت معنا واحد خالته. هضرات خالته ودوات مع راجلي وهي تقول له ايوا يا فلان مازال ما بغيتوش تولدوا شي وليد يونسكم؟ راجلي تصمك لانه هو اصلا عنده مشكله البنات، لان نسيت ما قلت لكمش باللي اصلا فاش تزوجنا راه جلسنا تقريبا شي شهر ما قربش ليا. تصمك ما عرف ما يقول. قال لها ان شاء الله. قالت ليه ايوا سربي راه العمر كيدوز وانت كبرتي في العمر. هنا راجلي ما تعصب وناض للبيت. ايوا لوسي قال لهم حاول انه يعالج المشكل ويقول لها ايوا حياتهم هذيك وهذاك قرارهم. صافي ناض راجلي البيت كيف ما قلت لكم البنات معصب. ايوا جلس واحد شويه وهو يعيط ليا. مشيت عنده للبيت، انا البنات راه جالسه وسط منهم، والله البنات ما كنت راده البال اشنو كيتقال، لان العيا كان هالكني يا البنات، راه كنضل النهار كامل وانا كنجري. ايوا نط عنده للبيت وهو يقتلني بالعصايه البنات، ما عرفت حتى علاش كليت هذيك العصا. المهم وما نكب فيا هذاك السم ديال الهضره اللي قالت خالته. نعست البنات وانا مهلوكه بالعصا. في الصباح فقت كنسمع عكوزتي كتعيط، فلانه ياقوت
نعم نوضي طيبي الفطور. مشيت طيبت لهم الفطور. هنا البنات راه تبارك الله خواتاتو ناعسات، كلشي ناعس، ولكن ياقوت اللي خاصها تنوض دير الفطور. نضت البنات وانا ما قادراش نوقف، وجدت لهم هذاك الفطور، تجمعوا وهما يقولوا لي سيري طلعي الفوق عيطي على فلان اللي هو خو راجلي. انا ما قدرتش نطلع، حشمت منه، قلت لهم ها اختو طلع. قالوا لي لا طلعي نتيا. مشيت دقيت عليه طلع عليا وشاف فيا باستغراب، قال لي ياقوت. قلت لي نزلت فطر. قال لي ما كنتيش تعذبي راسك، انا غادي نهبط. المهم السيد ما كيطلعش فيا عينيه البنات، ما تيشوفش فيا. ايوا هبط، ما بغاش يدوز ليا انا داك الفطور، لان ربي اللي عالم بيا. عكوزتي قالت لي فين هو راجلك، ما باتش هنا؟ قلت لها لا، وانا في خاطري البنات كنقول يا ربي يموت ونتهنى. بقينا هكاك كل نهار البنات الضرب، كل ليله كناكل قتله ديال العصا وما عارفاش حتى علاش. المهم حتى النهار اللي غادي يمشي فيه لوسيل خو راجلي. المهم لان كاين اللي كيقول البنات لوسي، كاين اللي كيقول الحمايه، كل واحد اش كيقول، داكشي علاش كنوضح لكم. خو راجلي غادي يمشي في حاله. ايوا عكوزتي قالت لي نوضي وجدي المسمن، ومهم بزاف ديال الحوايج باش يديهم معاه. داك النهار البنات كنت مريضه وفيا الوجع ديال اللي غير ما قادراش نوقف. قلت لها قوليها لبناتك، راه جوج وكبر مني وصح مني، راه انا مريضه. ايوا السيده وهي جعرات البنات، قالت لي وليتي تردي عليا الهضره. شداتني وكتجر فيا حتى وصلتني الكوزينه، وجات واحد بنتها قالت لي غادي طيبي داكشي اللي قالت لك امي ولا ما يعجبك حال. قلت لها راه مريضه، ها هي، ها انتي طيبيه انتي ولا اختك. قالت لي نطقات وحده من بناتها وهي تقول لي انت اللي عروسه، شكون اللي قال لك اصلا نهار الاول تزوجي، والله يسحب لك غادي تلقاي الورد. جلست قلت لها ياك حتى انا ما غادي نطيب والو، اللي في جهدكم ديروه. وهي طير عليا اختو مو بنتي كاين تفوفيه البنات، وحده تنتف، كل وحده فنين تنتف، شعري كامل بقى في يديهم، حتى كنحس بشي واحد كيفك فيا. مهم بدات كيفك مسكين، هو يبدا يغوت وكيقول وبركه بركه، وهما يوقفوا. العجوزه وبنتها تصمروا في بلاصتهم، ما عرفوا باش تبلاو. هو يقول لي كان خو راجلي، هو يقول لها الوالده اش هادشي كديري، واش انت بعقلك، وانتي على اختو قالاش كديري، واش حماقيتو. وهما يبداو يتغبنوا يا البنات، راه هي اللي دارت وفعلات وانا البنات راسي في الارض وكنبكي على حياتي. كون غير مت شويه هو يدخل راجلي اللي ما عرفت فين كان، ما عرفت فين بايت، دخل وبداو كيبكيو، راه دارت وفعلات ودارت لينا وفعلات لينا. جاليا يا البنات شدني من شعري، قال لي ياك الحماره وليتي تغيري امي وتخسري ليها خاطرها. جالوسي حيد ليه يديه، قال لي واش من نيتك، راه مرتك هادي، وانا راه سمعت كل شيء وحضرت لك كل شيء، هما اللي ظلموها. قال لي راجلي وانت مالك، مرتي هادي وندير فيها ما بغيت. انا البنات بواحد الحرقه ما عرفتش وما حسيتش، حتى قلت ليه ندمت على النهار اللي تزوجت بيك، وندمت على النهار اللي تلاقيت بيك. ايوا السيد جعر وجا باغي يضربني، هو يوقف ليه لوسي قدامي، هو يقول لي تحط عليها يديك ندخلك للحبس تربى، ونسى بلي حنا خوت. عكوزتي شافت الخوت غادي يدابزو ومشات عند راجلي وقالت لي صافي راه غير سوء تفاهم. خرج وهو معصب. قالت لي اختو واش ويدور اختو اولا لوستي خط راجلي دارت عند خوها اللي دافع عليا، وهي تقول ليه واش انت كتدافع على هادي. قال لها غبري عليا وجهك ما نشوفكش. حنا طراسها وخرجات. قال لمو ماشي حشومه عليكم، هادشي راه ما كيبغيه لا ربي ولا عبدو. بدات كتغبن عليه، قالت ليه وليدي. قال لها الوالده بدلي ساعه بخرى. خرجات مشات ومشى هو تكى على الحيط، وهو يقول لي واش اول مره يضربوك؟ قلت ليه لا ماشي اول مره. تصدم، قال لي وعلاش باقي صابره هنايا؟ قلت ليه عندنا البنات ما كيطلقوش في بلادنا. قال لي شحال في عمرك؟ قلت ليه قربت ندخل 18 عام، حيت قربت نكمل عندهم العام. قال لي تزوجتي على 17؟ قلت ليه قال لي بغيتي تبقاي هنا؟ قلت ليه لا، ولكن ما عندي فين نمشي. قال لي صافي بركه من الدموع، دخلي غسلي وجهك. دخلت للبيت وهو مشى للصالون. شويه كيجي ولد خالته ومراته. دخلت عندي مرت ولد خالته للبيت، قالت لي اش واقع؟ قلت لها علاش؟
قالت لي راه عيط لينا سفيان اللي هو لوسي البنات، قال لينا نجيو وقال لي ما نتفرقوش عليك، غير دخلنا خرج هو. قلت لها والو مع راسي، واش خاف يخرج ويضربوني ولا ما مهم. قلت مع راسي ربما كان خايف عليا مسكين. ايوا بقات معايا هي حتى كيدق الباب، دخل راجلي ما عرفتش شنو قالت لي عكوستي. قال لي كتعاود هو يدخل عندي، قال لي كتعاودي ليها جمعي عليا حوايجك، شدني البنات عطاني واحد القتله ديال العصا، وديك السيده مسكينه كتفك وكتمنع فيه والو، حتى ولد خالته كيطلب ويرغب فيه. السيد جعر كيهز حوايجي ويلوح لبرا. ايوا خرجت وداني ولد خالته ومراته معاهم لدارهم. هنا راه مو كتشوف فينا البنات وكتضحك وهو كيسلخ فيا وكيجري عليا، وانا غير البكا. المهم جلست عندهم وعاودت ليهم كل شيء من حتى لزد، كاع اللي داز عليا عاودته ليهم. وهي تقول لي مسكينه بنت خالته واش انتي حمقى، واش كاينه شي وحده كتصبر على هذا الشيء كامل. المهم حتى دخل لوسي سفيان جا ومعاه با. انا البنات غير شفت با جمدت بلاصتي، تخلعت قلبي تهز من بلاصتو. كان كيصحاب لي غيجي غيصلخني حتى هو، حيت البنات انا عارفه با صعيب بزاف وما عندوش ديك الفكره ديال البنت ترجع مطلقه. المهم جا دخل هو وسفيان، قال لي صافي ها انت شتتي شملك ها انت كذا. المهم بقى كيهضر، قال لي سفيان شوف عمي انا عيطت لك وجبتك باش نعاودوا لك شنو واقع لبنتك، حنا شاهدين وعارفين باللي بنتك مظلومه، وخويا وامي وخواتاتي ما يسواو ما يصلاحوا. المهم سفيان اللي هو خو راجلي وولد خالته بقاو كيهضروا مع با حتى قنعوه. صافي با قال لي يلا بنتي يلا تمشي معايا. مشيت معاه للدار، دفعنا الطلاق. المهم نهار اللي غنطلق يعني نهار اللي عندي الجلسه ديال الطلاق مشى معايا بابا، دخلنا وراجلي غير كيخنزر فيا، ما كرهش يشدني ويقتلني ولا يقجني ولا يدير فيا شي مصيبه. المهم فعلا طلقت، حسيت براسي نهار غير سمعت ديك كلمه انني طلقت حسيت براسي تولدت من جديد. خرجت لقيت اختو ومو واقفين على برا، غير شافوني وبداو كيسبوا فيا ويعايروا. وجات اختو باغا تنتفني، حتى وقف قدامها سفيان اللي هو خو راجلي قال لها اش بغيتي ديري حتى للدار ونتفاهموا. ايوا صافي انا مشيت مع بابا. مشينا للدار اول مره يا البنات نعس وانا مرتاحه بحال داك النهار اللي عاد تولدت فيه. دازت شهرين، واحد النهار كنسمع بابا كيقول لماما دابا شكون اللي غيتزوج بها وهي مطلقه. اللي كنقول ليه مطلقه كيقول لي راه ما بغيتش تكون مطلقه، واش حنا ديما دايمين ليها. المهم بصراحه حسيت بواحد الحسره واحد الحرقه في قلبي، ومشيت لبلاصتي وبقيت كنبكي على زهري العوج. بقيت هكاك حتى جات خالتي وقالت لي يلاه معايا للمدينه تجلسي عندي شي ايامات. هي مدينه اللي بعيده على المدينه اللي كنت مزوجه فيها. ايوا مشيت معاها جلست معاهم، كانوا كيعلموني مزيان، كيخرجوني. مهم صراحه كنت مرتاحه عند هذيك خالتي. جلست عندها شهرين، ارتحيت بزاف. رجعت للبلاد كان واحد العرس ديال واحد بنت جيراننا في الدوار. مشيت للعرس كل شيء البنات كيشوف فيا بديك النظره ديال مسكينه مطلقه. جات واحد السيده ماشي من الدوار قالت لي يا بنتي بغيت نسولك مزوجه؟ قلت لها لا. قالت لي راه ولدي عجبتيه وبغى يتزوج بك. وهي تنقز وحده من بنات الجيران وهي تقول لها لا راها مطلقه. ايوا ديك السيده شافت فيا واحد الشوفه وتقول لي صافي يا بنيتي الله يسهل عليك، ومشات. قلت عادي ماشي مشكل. داز داك العرس، واحد النهار كنت خارجه نتسخر حتى كنلقى سفيان اللي هو خو راجلي السابق اولا خو طليقي وقف قدامي. قلت ليه اش كدير هنا؟ قال لي كي دايره لاباس عليك؟ قلت ليه بخير الحمد لله وانت لاباس عليك؟ قال لي كل شيء بخير. قال لي كيفاش دوزتي التصافيره؟ قلت ليه ويلي شكون اللي قال لك انا كنت مسافره؟ قال لي ماشي مهم بغيت نهضر معاك. قلت ليه شنو كاين؟ قال لي شوف يا بنت الناس انا راني بغيت نتزوج بك. بقيت كنشوف فيه مصدومه، قلت لي كيفاش؟ قال لي بغيت نتزوج بك على سنه الله ورسوله وبغيت نشوف رايك قبل ما نقولها لباباك.
تصدمت البنات. قال لي شوفي، كان وعدك يا ياقوت، وعد الرجال عمر شي حد يقرب ليك ولا يأذيك. انتي بنت الناس، ما تستاهليش هذا الشيء اللي وقع ليك. انا بغيتك وغادي نديرك في عينيا. قال لي فكري مزيان ما تزربيش، كوني اكيده من حاجه وحده، سواء وافقتي ولا لا غادي نتسناك حتى نهار توافقي. عطاني واحد الورقه فيها النمره ديالو، قال لي مني تفكري عيطي ليا. مشيت للدار وانا مصدومه، وهو بقى واقف تما حتى قربت للدار ومشى. بقيت كنفكر اش غادي ندير. قلتها لواحد بنت خالتي، قالت لي عطيه فرصه، ولكن قلت لها كيفاش وخوه امه واختو. بقيت كنفكر وما عارفه ما ندير. جات ماما وقلتها ليها، عاودت ليها كل شيء، عاودت ليها شنو قال لي وشنو قلت ليه. قالت لي شوفي بنيتي، حنا بززنا عليك الزواج الاول وشوفي النتيجه ديالو شنو خرجت. ديري داك الشيء اللي قال لك راسك واللي قال لك قلبك. شوفي قلبك انت واش ارتاح، واش انت مرتاحه لهذا السيد. وخرجت. بقيت كنفكر حتى نعست. فقت سخراتني ماما عند واحد جارتنا. قبل ما ندق البنات سمعت بناتها كيضحكوا وكيهضروا عليا. قالت لها وحده ودابا تزوج مره اخرى. قالت لها الاخرى هاي هذيك زطام عليها التران وفاتها. وبقاو كيضحكوا. رجعت للدار، بقيت حتى النص ديال الليل. وفقت توضيت وصليت صلاة الاستخارة. طلبت ربي اللي فيه الخير ليا ييسروا ليا، الا فيه الشر يبعدوا عليا. ونعست. ايوا منين نعست البنات حلمت حلمه زوينه، كنت لابسه حوايج زوينين وفرحانه بزاف. فقت قلت يمكن هذه بشاره خير. ايوا صافي فقت وانا نصيفط ميساج لسفيان، قلت ليه بلي انا موافقه، ولكن بابا راه محال يوافق. قال لي ما تخافيش، انت المهم توافقي، باباك خليه عليا، انا غادي نقنعو. قلت لي صافي. قلت لي عندك غير تضيع الثقه اللي غندير فيك سفيان. قال لي كان وعدك عمر شي حاجه تضرك. فعلا في العشيه جا جلس مع بابا، ما عرفتش شنو قالوا، المهم هدواو مع بعضياتهم. ناض خرج جا عندي بابا قال لي راه جاي يخطبك، اش بان لك؟ راه وعدني بلي غادي يديك معاه لبرا، وهنا غادي يدير لك دارك بوحدك، فكري وشوفي شنو بغيتي. قلت لي موافقه بابا. صافي دازت يومين، جاو معاه واحد السيده مرا اخرى وواحد دري اخر. دخلوا، انا لبست ودخلت عندهم سلمت عليهم. ديك الساعه اول مره نشوف سفيان كيشوف فيا، لان دائما كيهضر معايا وهو حاضر راسو. دازت الخطوبه ودرنا النهار اللي غادي نديرو فيه العقد. وصل النهار مشينا، مني هزيت البنات داك ستيلو خفت بزاف، ولكن توكلت على الله وسنيت على العقد. تمنيت نعيش كيف تمنيت. رجعنا للدار، شربنا الحليب وزغرتو لينا يعني مالين الدار. هزيت حويجاتي ومشيت معاه. عنقت ماما وبابا وتمنيت ما نرجعش لهاد الدار الا وانا غير جايه نشوفهم ولا في العطال. مشيت، وصلنا للدار، يالله جلست كنسمع الدقان بالجهد. مشى سفيان يحل، لقى مو خواتاتو غير شافوني بداو عليا، سيري يا الفاعله يا التاركه يا هادي يا هاديك. سفيان غوت حتى سكتوا. قال لهم اش كديروا؟ الوالده انت امي وغنهزك في عينيا، ولكن مرتي هادي عندك تقربي ليها، وانتوما خواتاتي اقسم بالله وتقرب ليها شي وحده حتى ننسى بلي نتوما خوتي. وبداو عليه ياك اخويا نساتك فينا، بدلاتك علينا بالليل ونهار. قال لهم ما بدلني حتى شي واحد، هذه دابا مرتي وعندها عليا حقوق بحالكم. خرجوا وهما غادي طرطقوا يا البنات. قلت لي اسمح لي يا سفيان انا سبابك. قال لي انت ما سبابي في والو، خاصهم يتقبلوه ويحترموا القرار ديالي. انا كنبغيك وانتي كتبغيني وتزوجنا على سنة الله ورسوله. هما بغاو مرحبا، ما بغاوش شغلهم هذاك. لغد ليه قال لي لبسي حوايجك ويلا معايا لواحد البلاصه. قلت ليه فين؟ قال لي يلا تبعيني لبسي حويجاتك ويلا. لبست حويجاتي غير خرجت، قال لي شاف فيا واحد الشوفه وهو يقول لي جا معك الحجاب. قلت لي شكرا. المهم خرجنا ومشينا وقفنا قدام واحد الدار. قلت لي عند من جايين؟ قال لي دخلي وغادي تعرفي عند من جبتك. دخلنا، لقيت المراه اللي جات معاه نهار فاش خطبني.
سلمت عليه قالت لي كي دايره وليدي، وجات عندي قالت لي عروستي الغزاله، عنقتها ودخلنا، حطات لينا اتاي والحلوى. قال لها الوالده كي دايره، قالت ليه بخير وليدي. شويه دخل نفس الدري اللي جا معاها الخطبه، يعني اللي جا معاها باش يخطبوني، دخل عنق سفيان قال لي خويا، سلم عليه وجلس كيهضروا شويه، ناضوا خرجوا. ايوا بقيت انا وديك المراه، جات حدايا وهي تقول لي يا بنيتي كي دايره، ولفتي سفيان شويه؟ قلت لها لاباس خالتي الحمد لله. قالت لي شوفي ولدي راه ظريف وحنين، وعندك تعصبيه ولا تقلقيه. قلت لها كوني هانيه خالتي. قلت لها واخا ما تكون غير خاطركم، ما عرفتهاش شكون هي، غير انا كنحس بها حنينه بزاف وباينه سفيان عزيز عليها بزاف، ولكن ما عرفتهاش شكون هي. جا سفيان سلمنا عليهم ومشينا. في الطريق قلت له سفيان شكون هاد المراه؟ قال لي هذيك المراه مرات با ما كانتش كتولد، وبابا تزوج ماما، وماما ملي ولدتني انا كان بابا كيهزني وكيديني عندها، ديما كنمشي عند هاد المراه حتى ولفتني وولفتها. ومني ولدت خويا بقيت اغلبيه ديال الوقت كندوزو تما. مني كبرت ديما كنلقاها في جنبي، اي مشكل عندي نقدر نعاودو ليها، هي الام ديالي الاولى والثانيه. قلت ليه ما كنتش عارفه باللي ماماك عندها ضرتها، واش كانت ماماك موافقه تمشي عندها؟ قال لي ماما اصلا كانت ديما كديها في خوتي الكبار، انا عادي بالنسبه ليها، ما كانتش كتحس بنجيتي بتا شي حاجه، وبابا كيديني ديما عند مراته الاولى، وهي كانت كتهلا فيا. قلت ليه وشكون بحالك عندك جوج حنانات؟ قال لي ودابا ولاو عندي 3، وضحك. وصلنا للدار قال لي غادي نمشي نتقدى شي حاجه، قال لي عندك تحلي ليهم الباب، راه غادي يجيو يسلخوك وانا ما كاينش. قلت ليه واخا، ومشيت. دخلت بدلت عليا، يلا كنشوف يعني كنشوف في داري وكنكتشفها كيف دايره وانا نسمع الدقان. قلت شكون؟ سمعت قريب صحاب لي، واش راجلي سفيان، لان صوته هو وخوه كيتشابهوا. استلقيتو راجلي السابق طليقي اللي حاشا واش يكون راجل. قلت ليه اش كدير هنا؟ قال لي ياك ما بان لك غير خويا هو اللي بان لك في الرجال كاملين. والسيد هاز الصمته. قلت ليه والله وتقيسني حتى نجمع لك الناس. شدني البنات من شعري قال لي والله اليوم حتى نقتلك. يلا هز بغى يضربني حتى جا سفيان شدو وعطاه قتله ديال العصا. قال لي اش كدير هنا، واش كدير عند مراتي؟ وبقى عليه بالعصا. واخر كيقول لي ما بانت لك غير مراتي انا، علاش مشيتي لهذيك اللي طلقت انا؟ المهم بقى عليه بالعصا وضاربو مزيان. ايوا خرج معصب، وانا غير كنبكي. شافني كنبكي جا عندي قال لي شوفي راه ما وقع والو، وهادشي راه عادي حنا متوقعينه. المهم بقينا هكاك البنات. ملي كانت الا جاتها الصدفه وتلاقينا بهم خواتاتو ولا مو ولا خو كيعايرونا، ولكن ما كان كيوصلني حتى شي واحد للدار. الصراحه الله كنت عايشه مهنيه ومرتاحه في داري. المهم دازت 6 سنين من بعد داك النهار. سفيان دار لي وريقاتي ومشيت معاه، دخلني المدرسة، تعلمت اللغات، دوزت البيرمي وخدمت معاه. الحمد لله كبرات الخدمة ديالو بزاف، وليت انا كنشد فلوس صحيحة. من بعد زادوا عندي 2 ديال بنيات تويميات، يا ربي تحفظهم ليا. كان سفيان فرحان بهم البنات، فرحان بزاف. عرفت معاه معنى ديال الرجولة، طارجليت ديال بصح. فهاد 6 سنين كان الزوج والصديق والاخ اللي علمني مزيان كيفاش نحس معاه بالامن والامان والحب والراحه. كان كيعاملني اكثر من مزيان. نهار رجعنا للمغرب مشينا عندهم للدار، وليت كندافع على راسي حتى حد ما بقى كينقص مني. عائلتي الحمد لله خرجتهم من داك الفقر اللي كانوا فيه. هادشي كامل بسبب سفيان. حياتي تبدلات، وقف معايا وقفه ديال الرجال، انسان متفهم بزاف. هاد القصه البنات بغيت نقولها لكم ونعاودها لكم غير باش نوصل لكم منها بزاف ديال الحوايج. اولهم الخواتات والعريسات والعجوزات. الا ولدك جاب واحد بنت الناس ولقيتيها دريويشه تهلاي فيها
وانت الا لقيتي شي عجوزه ظريفه تهلاي فيها، راه خرجتوا على بزاف ديال بلاد الناس. تاني حاجه الا مكتاب يدوز عليك شي حاجه راه غدوز، المهم هو تصلي صلاه الاستخاره ديالك. هادي البنات عمركم تخطاكم، اي حاجه بغيتو ديروها في حياتكم استخروا لصدر ربي، راه ربي والله ما يرجعكم خايبين. اللي تتمنى شي زوج صالح تدعي وطلب الله، راه ربي غيرزقك والله ما يخليك، غيعطيكم زوج صالح كيف ما رزقني به الله، كيف ما سفيان حب حياتي. كنتمنى ليكم انكم تلقاو شي شريك الحياه اللي بغيكم كيف ما لقيتو انا. نجيمات ديالي هذه هي القصه ديال اليوم، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش خلوا لي لايك، وما تنساوش خلوا لي تعاليق ديالكم الزوينه، وتخلوا لي ارائكم في التعاليق. شكرا لكم على المتابعه، والى فيديوهات قادمه بحول الله ومع قصه جديده.